عسلامة ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم تتفرجوا في فيديو اليوم. كيما عودتكم برسالة خفيفة وبنينة. كيما شفتوا في عنوان الفيديو شنو بعضنا تتبيلة روعة وبنينة، بالطبيعة بنينة بتكون كان بنينة للحوت او سمك كل واحد يقول. خذيت هوني كعابتين حوت قاروس، حطيتهم على جنب ويلا نشارككم طريقتي. خذيت شطرة مغرفة صغيرة هريسة عربي، مغرفة صغيرة معبية ثوم مرحي. ثوم هذايا صبرته قبل وشاركت معاكم الطريقة في فيديوهات قبل. ارجعوا الفيديوهات قبل تو تشوفوا كيفاش. لما حالة هو في وسط فيديو مش فيديو وحده، فهمتوا؟ ومغرفة صغيرة معبية كمون، وما تنساوش رشة الملح. به المكونات هذه مش نحلها بمغرفة كبيرة زيت زيتونة. وبالطبيعة انا راني هوني عندي كان كعبتين حوت، كان عندكم كمية اكبر بيان سور مش تضعفوا لي زانغريديون تاعكم تاع التتبيله. كهو نحركوا كل شيء في بعضه باش ومام طون كل هريسه تتحل معانا، خاطر تعرفوا التكستور نتاع الهريسه العربي كيف تكون. باهي جبت كعبتين الحوت باش ناخذ شطر الكميه نتاع الفحات نحطها فوق الحوته فوق الحوت، وشطر الكميه الاخرى نحطها من اللوطه. كاو حاولوا بان ندخلوا كل الفحات بالقدا في وسط الحوته. هوني جبت الطبق متاعي والبابي كويسون متاعي ومش نحط الحوت متاعي كل شيء متاعي. وش مش نعملو تو؟ مش نجيبو مقص ونشقو الحوت من الفوق كهو. ومش نجيب بانسو جوست باش نحل كل الفحات اكثر على كعبة الحوت. وانا ما نحبش ليكسيم تاع الهريسه العربي يكون برشا معناها فوق الحوته. دونك البانسو هذاك يعاوني اني نحي كل قشور نتاع الهريسه العربي، كان فهمتوني؟ كاو نحاول اني نحل الفحات بالقدا على الحوته. حق ما نحبش اني تكون تتبيله قويه برشا، او البنسو يعاونها اني تكون خفيفه، مطعمها خفيف. كل الفحات الزايده الكل يتنحاو يتحلوا اكثر. ندخلوها في الفور على 180 درجة، ما تاخوش برشا وقت حق في الطياب. وكا انتم دقيقة اثنين شوفوها نصايب ساعة كيكا وطيب. ان شاء الله تجربوها وصحة وبشفاء اللي مش يجرب الروسات. وبسلامة ان شاء الله في فيديو اخر. ما تنسوش جيم الفيديو، ابوني للشان يوتيوب متاعي، وباي باي.